عايز ابدا الحلقه بطلب طلب من جمهور الاهلي، اقول له اوعى تزعل. انت راهنت على الاهلي، بس دول مش لعيبه الاهلي، دي لعيبه فاشله. دي لعيبه فاشله. دي لعيبه جايه تهبش ملايين وهي ما تسواش ملاليم. فاوعى يعني تزعل، بالعكس دي النتيجه المنطقيه والطبيعيه. الخساره من بيراميدز 3 النهارده مع فريق المفترض انه راح يكسب الدوري، والمفترض لعيبه نازله تكسب الدوري، ومدرب المفترض ان هو الاهلي بنى عليه طموح انه يكسب الدوري، فاشل، ولعيبه فاشله، واداره فاشله. ده النتيجه الطبيعيه لموسم كارثي للنادي الاهلي. النهارده الاهلي خسر 3-0 مع رأفت. 3-0 مع رأفت، استثني اول 5 دقايق لا نعرض بدايه الماتش، بس كان لازم الماتش يخلص كده عشان دي النتيجه اللي يستحقها اللعيبه وتستحقها الاداره ويستحقها الجهاز الفني، واستحقها هذا المدرب الفاشل اللي قدامنا ده، يسترب المدير الفني للنادي الاهلي. مدرب اسوأ مدرب جه في تاريخ النادي الاهلي. انا ما شفتش ابدا النادي الاهلي بهذا السوء. بص، اللعيبه ما عندهاش طموح وما عندهاش روح ولاعيبه عاجزه في الملعب، عاجزه. لكن عمري ما شفت الاهلي مش عارف يبني هجمه، ما شفتهاش دي. ان الاهلي من تحت الكره تنزل تحت مش عارف يبني الهجمه. الاهلي قاعد من الدقيقه 70 مثلا مش عارف يبني هجمه، باستثناء الكره اللي اتحسبت اوف سايد، الجول اللي جابه تريزيجيه. مش عارف يبني هجمه. اخطاء كارثيه. مدرب قاعد مش شايف انه ما عندوش لعيب خط نص ينقل الكوره، مش واخد باله. نازل بطاهر محمد طاهر، بدأ الماتش بطاهر محمد طاهر مع تريزيجيه مع زيزو مع محمد شريف. مين يقول لي طاهر بيلعب ايه؟ او تريزيجيه كان بيلعب ايه؟ او زيزو بيلعب ايه؟ يعني طاهر وينج وتريزيجيه وينج وزيزو في نص الملعب المفترض مع ديانج ومروان، ولا كان تريزيجيه وطاهر وناج وزيزو تحت، ولا تريزيجيه اللي تحت وزيزو وطاهر وناج؟ معرفش. مش ممكن كميه الفدادين. اراضي ببلاش، اللي عايز يشتري اراضي على فكره، اي حد عايز يشتري اراضي، النادي الاهلي عنده في الملعب اراضي ببلاش، مساحات شاسعه ببلاش، اخطاء دفاعيه كارثيه الكل حذر منها من 20 ماتش فاتوا. ولا حياه لمن تنادي، كأن الفرقه دي ما بتتمرنش، فرقه لياقتها البدنيه زيرو. يا عيني ياسين مرعي بيصعب عليا والله، عامل زي العيال الصغير اللي بيجري ورا امه في السوق بالظبط، اللي هو بيلبحها كده عمال يجري، عايز خطوتها واسعه ومش عارف يجيبها. بيصعب عليا. ومحمد علي بن رمضان بيصعب عليا، صعبانين عليا والله خالص. محمد شريف صعبان عليا، ومروان عثمان صعبان عليا، وزيزو صعبان عليا، وامام عاشور صعبان عليا. يعني امام كسب الحفله اللي كان فيها لكن ما كسبش حاجه النهارده. هي دي فرقه الاهلي اللي تاخد الدوري؟ معقول؟ ما يفقده انبي مع الزمالك يعيده بيراميدز للزمالك. الزمالك النهارده 0-0 مع انبي، والكل تحمس وقال لك الاهلاويه ده احنا هنخش نفرم بيراميدز، خدنا الدوري. الكل كان بيقول لك الاهلي مستني تعثر للزمالك، اتاري الاهلي اساسا هو اللي بيتعثر. تخيلوا الاهلي لعب 6 ماتشات اللي مفترض هياخد بيهم اللقب، لعب 3 فقد فيهم 5 نقط، تعادل مع سيراميكا وقعد يتشعلق في بنالتي سليم وكل حاجه، بس في الدقيقه 96 كان بيتشعلق فيه، وكسب سموحه في الدقيقه 93 بجول بالعافيه طار محمد طاهر، والنهارده خسر 3. طب دي فرقه تكسب الدوري ازاي؟ بأمانة الله، يعني دي فرقه ازاي تكسب الدوري بكل هذه الاخطاء اللي موجود فيها؟ الناس بتشحت في الملعب يا جماعه. الاهلي بيشحت الهجمه، بيشحت ازاي يطلع بالكوره. اللعيبه دي فعلا والله العظيم يعني للاسف ما يصحش الاهلي يظهر كده، وما يصحش الاهلي يبقى كده، لكن بقى كده مع الجيل ده.
تخيلوا الجيل ده فعلا مقامه الكونفدراليه. يعني هذا الجيل فعلا مقامه الكونفدراليه. ده اذا كمان لحقها. ده اذا انا ما اعرفش يعني الاهلي دلوقتي بعد الخساره الثقيله دي 44 نقطه وسيراميكا 43 نقطه. انا شايف ناس على السوشيال ميديا بتقول يا رب الاهلي ياخد سادس او خامس عشان حتى ما نروحش كونفدراليه، والجيل ده يبقى عارف مقامه، لا خطه ولا شكل ولا اداء ولا لياقه ولا تغطيه ولا تكتيك واداء عشوائي ولعب غريب ملوش معنى. ملوش معنى. ملوش معنى. دي فرقه عايزه تكسب الدوري ازاي؟ ده مدرب ما عندوش فكره. انا ما بنقول فاشل، دي صفه. فاشل يعني ايه؟ غير قادر على قياده نادي بحجم الاهلي. اخطاء مش ممكن تبقى فيه اخطاء على مدار 10 ماتشات ورا بعض ما بتصلحش. الاهلي مش عارف يطلع بالكوره. اجوان بتيجي بشكل عجيب، ما تجيش في والله العظيم. يعني لو جبت المجموعه الثانيه اللي هي بتنافس ما لا يمكن يجي فيها اجوان كده. الكره تتخطف في نص الملعب ترد جون بهذا الشكل واللعيبه عماله تجري ورا ميلي. لو وادي دجله بيلعب بيراميدز اقسم بالله ما يخسر 3 ولا يظهر بالمشهد ده ولا الجونه. السلام عليكم. لو جينا نتكلم بالراحه كده وبهدوء يا جماعه بعيدا عن اي انفعال، هنلاقي ان الموسم من اوله زي الزفت، وهنلاقي ان مش ممكن كنت تقدر تحقق اي نتائج كويسه من بدايه الدوري، لان البدايه اصلا كانت غلط. بالراحه كده بالعقل كده، تعال نفكر بالراحه كده. انت من بعد ما مشيت مارسيل كولر خلاص، احنا كنا عايزينه يمشي من بدايه الموسم، من نهايه الموسم اللي فات لما خسرنا البطوله الافريقيه قدام صن داونز. خلاص انت جبت عماد النحاس كمل ولعب اخر مباريات في الدوري السنه اللي فاتت وهو اللي جاب لك الدوري. طيب عماد النحاس ده ابن البطه السوداء يعني، ابن الغساله يعني مثلا، ما ينفعش يكمل يعني. طيب بعد ما مشيت عماد النحاس، هو النتائج اللي كانت هتحصل في وجود عماد النحاس هل هتكون اسوأ من كده؟ رحت جبت واحد ترب اسمه وظيفة الطر بيرو، عملت له معسكر في تونس اعداد، طبعا مع مدرب ما بيعرفش حاجه عن التدريب، مش منسجم مع اللعيبه، بلا اي شخصيه، فبالتالي انت ضيعت فتره الاعداد. في حين ان انت كان عندك عماد النحاس مختتم معاك الدوري، ابن من ابناء النادي الاهلي، حافظ اللعيبه كويس، عارف امكانياتك، يقدر يوظف اللعيبه. خلاص كويس. يبقى ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لعماد النحاس وطرق. ده بدايه الموسم ريبيرو. رحت جبت واحد تاني اللي هو تراب ده. طيب جبت تراب، ايه اللي حصل؟ حطيت له شرط جزائي كبير جدا ودبستنا فيه، ومن غير اي درايه ومن غير اي احترافيه في عمل العقد دبستنا فيه. اللعيبه بعد ما ضاعت عليها فتره الاعداد، ضاعت عليها كمان نقاط كتير في بطوله الدوري، اصبحت انت في الموقف السيء ده. فهل انت كنت متوقع ان انت تكسب اي حاجه؟ بالراحه كده، الفريق تقريبا بيلعب من غير مدرب من بدايه الدوري. فريق بيلعب من غير مدرب. شوف اللقطه بتاعت تريزيجيه في كاس العالم لما مسك الكره وثبت فيها وعايز يشوط ضربه جزاء، يدل على ان اللعيبه كلك نيتهم مش صافيه، كل واحد فيهم عايز يعمل معلم، وخاصه تريزيجيه. فما فيش شخصيه للمدرب مفروضه على اللاعبين، وبالتالي كله بيخبط في بعضه، ما فيش قائد جوه الملعب. في حين ان انت مثلا مشيت السوليه، مشيت علي معلول، كان ممكن تصبر عليه، اهو دلوقتي بيلعب ماتشات جميله جدا مع الصفاقسي مثلا. يعني انت دلوقتي في الجبهه الشمال ما كانش هينفعك، عنده روح، عنده ولاء، عنده قيمه، عنده انتماء، عنده حميه وغيره على الفانلة الحمراء. فكل القرارات اللي خدتها الاداره من بدايه الموسم كارثه. انا شخصيا بحمل الاداره. واحد هيقول لي يا كل حاجه الخطيب، اللعيبه ما عندهاش مش عارف ايه. يا عم تتحرق انت والخطيب. ايوه الخطيب مش رئيس مجلس الاداره. يا عم انت تتكلم في اللعيبه زي الزفت، ايوه بس تعالى اتكلم من الاساس. من بدايه الموسم انت جبت مدرب معفن، وبعدين ضيعت عليه فتره الاعداد وجبت مدرب تاني اعفن منه، وجبت صفقات بدون ما يكون المدير الفني موجود وبيقول لك احتياجاتك. انا عشان اجيب صفقه لازم يكون عندي مدير فني
بيقول لي انا عندي المركز ده ناقص والمركز ده ناقص، عايز ده وعايز اللعيب ده هو يجي هنا. انتوا مشيتوا كولر عشان شخصيته كانت قويه وكان بيقول لك ده لا او ده هاته، فانت جبت لعيبه بدون تخطيط مع مدير فني. انت كنت بتجيب لعيبه وانت اصلا ما جبتش مدير فني. خلاص. طيب اهم حاجه الاهلي ليه شخصيه، اللعيب اللي يجي لازم يكون في شخصيه الاهلي وروح الاهلي. كل اللعيبه الموجودين حاليا يمكن فيهم واحد او اتنين بس، الباقي كله عايز يمشي، كله عايز يمشي، وكله بيدور ده بياخد اكتر مني، ده ما بياخدش اكتر مني. كمان انت سبت اللعيبه للاعلام، استهدف اللعيبه الاعلام المعادي وكسر نفسيتهم واستقصدهم في المعنويات وخلى معنوياتهم وحشه جدا، وبالتالي اغتالهم معنويا، وده كمان زود الطين بله. فانت لا قدرت تجيب مدرب كويس للعيبه، ولا جبت لعيبه توظفها صح، ولا جبت مدرب يعرف يوظف اللعيبه صح. انا شخصيا بحمل الاداره ثم الاداره ثم الاداره، وبعدين بعد كده يجي رقم 4 أو 5 اللاعبين. شخصيا